بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. يوم جديد وفيديو نشاط وحيوية وطاقة ايجابية جديدة، ويلا بينا نسمي بالرحمن ونصلي على الحبيب المصطفى وندخل على فيديو النهارده بقلبي جامد. ويا ريت ما تنسوش تحطوا لي لايك للفيديو واشتراك لو لسه اول مرة تشوفوني. كل اخواتي وحبايبي ربنا يدوم حبكم نعمة في حياتي. قد ايه بتكبروا خاطري وقد ايه بتدوني كمية طاقة ايجابية غير عادية من كلامكم ودعواتكم وتعليقاتكم، حتى الرسائل على الواتس، حتى الرسائل على الماسنجر، حتى اخواتي وحبايبي اللي بيشرفوني ياخدوا شغلهم من البيت، يعني بتسمعوني كلام يطيب خاطري. ربنا يطيب خواطركم جميعا ويدومكم نعمة في حياتي. اكبر نعمة ربنا انعم عليا بيها حبكم واحترامكم ليا. ربنا يا رب يجعلني دايما عند حسن ظنكم. بحبكم في الله، وكل سنة وانتم طيبين، ويدخل علينا العيد كده يا رب واحنا كلنا مرضيين، اللهم امين. يلا بينا نخش على تفاصيل يومنا ونقول يا هادي ودي الشيطان غادي. عندي النهارده كام اوردر. النهارده هنصلي على الحبيب المصطفى وصحيه لهم من بدري، وفي اوردر اجى على السريع كده. اختي من العاشر يعني شرفتني بزيارتها النهارده، كانش معمول حسابها خالص، بس زي ما احنا متعودين ان كل لقمه بتنادي صاحبها. الو، السلام عليكم، ازيك يا ابو عمار؟ انا بنتي في ثانويه عامه وبتمتحن في مدرسه يمتكو، وانا هجيبها دلوقتي بالعربيه. هل متاح زبده وفطيره؟ يا سلام، ده اول استفتاح على الصبح. قلت لابو عمار، قال لي احنا عاملين العدد على القد. قلت له مالكش دعوه، الرزق اللي جاي لك على الصبح ده ما تردهوش، ده لو ربع جنيه داخلك على الصبح يبقى الحمد لله اليوم كله هيبقى رزق وبركه. قال لها تعالي هديك اللوكيشن وتعالي عليه، وشرفتني. انا عايزه اقول لكم والله ما اعرف اسمها ايه، بس في ناس كده ما شاء الله ولا قوه الا بالله، طيبه القلب والنيه صافيه. يعني عملت لها الفطيره يا دوبك في 5 دقايق، والحمد لله جت استلمتها وخدت كمان زبده. يا رب يجعلها بالف هنا وشفا، وكل اللي ياخد من ايدي شيء ربنا يحليه في بقه كمان وكمان، ويا رب يعيني ويقويني على اتقان شغلي. اللي يشتغل بضمير يا جماعة الخير ربنا بيوسع له في رزقه، فيا رب يوسع ارزاقنا جميعا يا رب، اللهم امين. واتقنوا شغلكم، اتقنوا شغلكم واتعبوا واجتهدوا واعرقوا فيه، ما تستسهلوش القرش اللي بيجي بالسهل ده. على فكرة اخر اليوم لما بقعد كده تعبانة ومهدودة واحس ان ربنا مراضيني، حتى لو في قرش قليل داخلي حلال، حطوا تحت الكلمة دي قرش انا تعبانة فيه وبصوا بقى يعني ظهري مقطوم فيه، الحمد لله. اربي عيالي بالحلال ويدخل كل قرش عليا على بيتي بالحلال. كل حد ياخد مني شيء وهو مرضي بعد ما بياكلها يتصل بيا يدعي لي. شوفوا بقى، يعني اللي احسن من الفلوس والدخل والكلام ده كله، الكلام ده كله يقول لي ربنا يبارك لك ويديك الصحة ويعينك على تربية ولادك. شوفوا بقى يعني كمية الدعوات الحلوة اللي انا باخدها يوميا من ناس انا ما اعرفهاش، اللهم لك الف حمد وشكر. حتى الناس الغريبة اللي ما خدتش مني شغل ولا دقت شغلي تدعي لي، دي اكبر نعمة ربنا انعم عليا بيها، فربنا يدوم حبكم ليا يا رب. دي الاخت اللي شرفتني ونورتني النهاردة، ربنا يبارك لها في ولادها يا رب وينجح لها بنتها. كل اخواتي وحبايبي اللي عيالهم في الثانوي ربنا يا رب ما يضيع تعبهم ولا يضيع تعبكم عليهم، لان بتكون شدة اعصاب للاهل قبل العيال، فيا رب ما يضيع لحد تعب ابدا. هنا الابرياء بقى كانوا بياخدوا مقطع كده صغير والمخرج بتاعنا بقى كان عمال بيقول لهم قولوا كذا وقولوا فطير الشرقاويه اللي يخلي العجوزه صبيه. بصوا حبايبي، بما ان انتوا عارفين طريقه فرد في الفطير فانا هنرغي كده شويه ان شاء الله. الناس اللي بتقول لي، مش الناس، هي واحده طلعت يعني كان المفروض ان هي بترد على فيديو معين، دخلت في تفاصيل هي ملهاش فيه. انت اصلا مش الشرقيه عشان خاطر عماله بتقولي فطير انت بتتكلمي في حاجه معينه. ايه اللي دخلك في الفطير وايه اللي دخلك في تفاصيل سواء شرقاويه؟ يا جماعه الخير انا اصول اهلي شرقاويين، تمام؟ لقب اهلي شرقوه، يعني انا في بلدي بيقولوا لي حنان الشرقاويه راحت، حنان الشرقاويه جت، محمد الشرقاوي اللي هو ابوي، محمود الشرقاوي اللي هو اخويا، عبد الحميد الشرقاوي اللي هو اخويا التاني توفاه الله الله يرحمه، تمام؟ فمعروفين في بلدنا بمحمد، عيلة محمد الشرقاوي، تمام؟ عشان الاخت اللي كانت بتقول ايه هو انت مالك ومال الشرقوه ومالك ومال اللي انت بتردي على حاجه معينه في فيديو انا كنت عاملاه، مالك ومال تفاصيل اهلي؟ انا ما عشتش في الشرقيه لكن اصول اهلي شرقوه.
انا بقى ميكس، ده اهلاويه على شرقاويه. والشرف ليا طبعا، سواء ده اهلاويه سواء شرقاويه، سواء دمنهوريه، ابو كبير، بص كلهم خير وبركه، كلنا تحت سما واحده، كلنا ولاد مصر. انا ابن مصر. انا ضد الكسر. تمام، ده توضيح بسيط كده. والعرق بقى الشرقاوي كده، يعني العصب شرقاوي، فخلوا بالكم من الحته دي، عشان الاخت اللي طالعه تفتي وتقول انت مش سنبلاوين. يلا، ما علينا حبايبي. بصوا، آه دخلتكم في تفاصيل وطلعتكم من تفاصيل، بس بصراحه يعني فعشان كده، عشان انا معروفه باسم الشرقاوه، وعيلتي معروفه في بلدي بالشرقاوي، فطبعا فطير الشرقاويه، بما ان ده لقبي ولقب اهلي ولقب عيلتي، لقب اهلي ولقب عيلتي. مش لازم اكون مقيمه في الشرقيه عشان خاطر يعني هي بتقول ايه، هو انت عشان خاطر قعدت في العاشر من رمضان يبقى انت كده شرقاويه؟ لا يا حبيبتي، لا يا روح قلبي، انا اصول اهلي شرقوه يا روحي. تمام، ما عشتش في الشرقيه، بس اصول اهلي شرقوه. فربنا يهديك ويصلح حالك ويصلح حالنا جميعا. بس اللي يخش يرد على تفاصيل معينة، ما يقولش مش عارف ايه ويخش في تفاصيل تانية خالص بعيد عن الموضوع اللي كان بيتكلم فيه. مش عايزة ادوشكم، وانا عارفة ان انتم مش عارفين اصلا انا بتكلم عن ايه، ومش عايزاكم تعرفوا، لان احنا هنا ناس محترمة. احنا هنا ناس لا بنجيب سيرة حد ولا بنحتك في حد ولا لينا دعوة بحد. احنا بنشتغل وبنجتهد وبنقول يا رب، وبالدين على قد نيتنا وعلى قد ضميرنا. لا بنقول مش عارف ايه، بنبص الهدايا ولا البيوت ولا الكلام ده كله. صليتوا بينا على الحبيب، هنصلي على الحبيب المصطفى ونكمل الاوردر بتاع النهارده. دي سمنه متسيحه وجبنه كمان قديمه وفطير، يعني في اوردر طلع. صلوا على الحبيب. وده كمان اوردر وده كمان اوردر وده كمان اوردر. ربنا يعيننا ويكتر اوردراتنا يا رب. ما بتطلبوش قرص ليه؟ قرص طريه وقرص عجوه وعيش طويل ورحالي. بصوا، موحى هتشهيصكم، موحى الشرقاويه هتهيصكم. انا اسمي حنان يا جماعه الخير، اسمي حنان محمد عبد الحميد الشرقاوي. اصولي شرقاويه، اصول اهلي شرقوه. شوفوا المرتة بقى وجمالها، شوفوا المرتة وجمالها. وان شاء الله باذن الله لوجو قريب، فطير الشرقاويه، فطير الشرقاويه. للبلاد العربيه والدوليه والاوروبيه كمان. ان شاء الله متعشمه في وجه الله خير. وطول ما انا بقول يا رب وبجتهد في شغلي، عارفه ان انا هوصل اماكن اعلى كمان باذن الله. بعبي كده المرتة كمان، لان كان في حد طالب مرتة. اللهم صل وسلم وزيد وبارك ويزيد حبايبك يا محى يا شرقاويه. الله عليك يا فنان. بصوا، انا مليت البرطمانات مليت كمان 2 حطيتهم في الفريزر، وجبت قرصتين طراي كده. وقعدت انا والبت جنات على قعريه الحله. يا لهوي على الطعامه والسكر اللي كان دايب في بقي كده. سكر شايفين زي الحنه، والله زي الحنه. دي البرطمانات اللي انا معبياها. ساعه السمنه ما بتبرد بتطلع على وش المرته كده من فوق. ان شاء الله لا قوه الا بالله. كنت بتضحكي ومسخسخه كده ليه يا حاجه موحه؟ خلصت، وعمار حول الاوردرات في التروسيكل وطلع بقى يوديها لاصحابها. اللهم صل وسلم وزيد وبارك عليك يا حبيبي ويا شفيعي يا رسول الله. دعواتكم بصلاح الحال وتيسير الامور. هكمل بقى انا شغل الطبيعي. هو ده يوم الطبيعي يا جماعه الخير. همسك المكان بقى كنوسه وامسحه، عشان خاطر الزيت والسمنه كده بيكونوا زي الصابون على الارض. اللي يمشي ان لو حد وقع لا قدر الله هيتكسر، فايه كده يعني. اللهم صل عليك يا نبي. طبعا كل الحاجات دي مغسوله. ساعه ما بخلص على طول اول حاجه بعملها بخلص بغسل حاجتي. يمكن انتوا حاسين ان انا بنهج شويه عشان انا كنت على السطح قبل ما اسجل الفيديو. مسكت بقى الطبال ومسكت كل حاجه كله. وهدخل بقى امسك كنت قاعده محتاره بصراحه على الطبيخ. وبعدين افتكرت ان انا عندي اصلا طبق بوري مشوي في التلاجة. قلت بس امسكي بيه النهارده، اوعي تسيبي له رقبه.
طبخت شويه رز وعملنا شويه سلطه وحته مخلل كده، واليوم عدى الحمد لله رب العالمين. الحمد لله طلعت اللهم صل عليك يا نبي. خليك اللي راكسي يا موحى، اهدي انت نزلت من على السطح من بدري. يا رب الفيديو ده يحمل بدري ان شاء الله. بصوا بدات ان انا الملم الحته كده. قال لا المطبخ اهو يا موحى لسه. الراجل قال لي هاجي بعد العشاء اعمله. همسك بقى برضو المطبخ القطعه التانية اللي كانت بره، همسكها اغسلها دلوقتي بالخرطوم واخليها فله. بس اهم حاجه كده الملم الدنيا، عشان لو حد طب علينا فجاه ولا حاجه يبقى الدنيا متظبطه. سبحان الله، بروق وظبط وهندب الدنيا ومحد بيطب عليا. انما لما تكون الدنيا متكركبه فوقاني تحتاني بلاقي لا اله الا الله عندي. لا اله الا الله عندي. بس خير الحمد لله رب العالمين. ربنا يجعل بيوتنا دايما مفتوحه للحبايب، ودايما بيوتنا مفتوحه للخير وللرزق، وجعلنا شغالين يا رب دايما، ما يقفل لنا باب رزق ابدا، انا وانتوا والسامعين وكل اللي يقول امين. بدات ان انا كده، طبعا الانابيب بتاعتي كانت فاضيه كلها بصراحه، والانبوبه كمان مش كملت الفطير النهارده، فقلت اكنس الدنيا كده عم عمار يملاها. ملالي واحده وجابها، عم احل التانية ان شاء الله وابعته يلمها. هكنس واظبط الدنيا. بقول لكم الارضيه عامله زي الصابون تحت مني، كان في هوا شويه بس ماشي الحال يعني. الفراخ ربنا مرضينا فيهم، كل يوم انطلقوا الصبح ياكلوا شويه من الزرع كل يوم، ربنا يهديهم الاخرين. كلكم عليا ولا ايه؟ الفراخ عليا، بني ادمين عليا، ربنا يهديكم. ايوه جدع يا موح. بصوا بقى بعد ما كنست وخلصت كده، خدت الكياس بتاعت اللي بغطي بيها العجين. يعني كل مره كيلو الكياس ب70 جنيه، فكل مره بطلع الكيسين دول استعملهم مرتين 3 وارميهم. هما نضاف وزي الفل، بغطي بيهم العجين بس، بشطفهم شطفه على السريع كده مرتين 3. هكب الميه دي دلوقتي لان الميه دي كلها زيت، هكبها واجيب ميه تانية ان شاء الله دلوقتي واشطفهم برضو. ايوه اهو جبت لهم ميه جديده وشطفتهم وحطيتهم. انا بصوا حاجه شغلي دي بحب اهتم بيها لدرجه مش تتخيلوا، سواء مواعين، سواء صواني، سواء حلل. الحله حتى اللي انا بسيح فيها الزبده، بفك فيها الزبده، لازم اهتم بيها، لازم اهتم بحاجه اكل الناس دي بالذات، لان هي امانه وربنا هيسالنا عليها. وبعد ما اتشكلنا بقى انا والاستاذ عبود عشان الميه، دخلت بقى جبت كده جرده الميه في شويه برسيل جل من اللي انا كنت عاملاها معاكم، وبدات ان انا امسح البلاط مسحه محترمه بنت ناس كده، عشان خاطر زي ما قلنا السمنه والزيت اللي بيكون في الارضيه اهو. ما شاء الله ولا قوه الا بالله. بحاول اروق الدنيا كده عشان لو الراجل اللي هيجي يركب الالمونتال يجي يلاقي الدنيا رايقه، يعني ما يلاقيش فيه كركبه ولا اي شيء اهو. الله عليك يا موحى، نظافه حلوه برضو مفيش كلام. ربنا يهدي الولاد ويسيبوهم بس لو نص ساعه من غير من غير كركبه. طبعا بعد ما مسحت وخلصت لميت الحاجه كلها بتاعت شغل، حطيتها على ظهر الفرن علشان ان شاء الله الصبح اقوم اشتغل الاقي حاجتي كلها نظيفه وجاهزه اهو. طبخت شويه الرز وشويه سلطه وشويه مخلل، واليوم عدى الحمد لله. كنت قاعده محتاره. الكيس الاحمر اللي وراه ده اهو، دي جاره ليا جايبه لي هديه. هوريها لكم بكره ان شاء الله. واجا بتاع النت، وكان يوم مفترج بتاع النت ده بنجري وراه بقالنا اسبوع عشان ينقل لنا النت بتاعنا، والحمد لله ربنا كرمه واتكعبل فينا النهارده، واجا ظبط لنا الدنيا. بعد ما مشي مسكت المطبخ بقى غسلته. دي القطعه التانية، المطبخ التاني هناك اهو في الصاله، ودي القطعه التانية. قلت بالمره بقى عشان لو الراجل اجا يركبهم الاتنين مره واحده ونتفض. هركب واحده في الاوضه وواحده في المطبخ، لان المطبخ صغير مش هياخد القطعتين سوا، يا اما اطلع واحده فوق وواحده تحت، يعني اخلي الصغيره دي فوق
نلم فيها برضو اي حاجه احنا ايه، ايدنا عايزاها يعني فوق القطعه دي، والقطعه الكبيره هنخليها تحت ان شاء الله. كان نفسي المطبخ ياخد بس يلا خير خير ان شاء الله. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. عمار هيجيب لي الخرطوم، وما ادراك ما الخرطوم بقى عند موح، يا دموحه مقشه وخرطوم وتنسى الدنيا وما فيها طول الصيف كده، خرطوم ومقش. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا يا رب. انا عارفه ان الفيديو بتاع النهارده يعني بس احداث يومي، وبشارككم احداث يومي زي ما هي والله، فمحدش يتضرر بقى ولا يزعل. وكل شويه بقى تدوشينا بالفطير، وكل شويه لا اتحملوني اتحملوني. مش عايزين موحة كل يوم، خدوا موحة بقى كل يوم. والله انا لما بقيت اقدر استغنى عنكم ولا عن كلامكم ولا عن تعليقاتكم الحلوه، الطاقه الحلوه. عارفين انتوا في طاقه حلوه وفي طاقه حلوه قوي. انتوا بقى بالنسبه لي الطاقه الحلوه قوي اللي هي ايه، غسلناه وخلصناه كده زي ما انتوا شايفين. كان في نسمه هوا كده، فكنت خايفه يجي عليه رماد ولا يتبهدل، فدخلته ايه مع اخوه لحد ما ربنا يكرمنا ونشوف هيجي ولا مش جاي في يوم. خليته فله فله